السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فراخ مشوية. انا كان عندي كده كيس فيه اجنحة، وكيس كده فيه آه، اوراق كده، كانت اوراق صغيرة، كنت مقطعاها كده الدبابيس لوحدها والفخاد كده لوحدها. فقلت كده هشويهم مع الاجنحة دي. فعملت لهم خلطة كده عبارة عن بصل وطماطم وفلفل وليمون وخل و... والتوابل بتاعتي طبعا، وضربتهم كده ضربة كويسة في الخلاط، وحطيت عليهم بقى توابل ملح وفلفل وكمون وكزبرة وجنزبيل وبهارات لحمة وبابريكا، وحطيت طبعا ورق لورا وحبهان وانا بدخل الصينية في الفرن. انا كده بفتح كده، بعمل كده فتحات في الفراخ عشان التتبيله توصل لها كده وتشرب من التتبيله وتبقى كويسه. زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ بقى اشيل كل حته كده واحطها في التتبيله، واشيلها احطها كده في الطبق. التتبيله ديت انا مرضتش اعملها معاكم لان احنا عملناها قبل كده في وصفه برضو الفراخ المشويه اللي عملناها مع بعض، كانت هي نفس التتبيله. كده شرب الخلطه كده واحط عليها، والاجنحه برضو هنزلها في الخلطه في التتبيله ديت، وهسيبها كده على رخامه كده بتاعه المطبخ لمده ساعه او اتنين. بصراحه انا ما غبتش يعني عليها، انا سبتها حوالي ساعه. لو عندك لبن رايب او زبادي وعاوزه تحطي برضو هتبقى كويسه. دلوقتي بعد ما عدى عليها ساعه ويمكن اقل من ساعه كمان، لان انا كنت مستعجله. قبل يعني يمكن ما عداش عليها ساعه بالظبط عشان كنت مستعجله شويه. فبدات بقى اشيلها كده من التتبيله وارصها كده في الصينيه. النهارده بقى انا ما رضيتش بقى اعمل رز ولا طبيخ ولا حاجات من دي، وقلت ان انا هشوي بقى ايه. كنت رايحه بصراحه اشوي اجنحه الفراخ بس، لكن لقيتهم استعولتهم يعني، فقلت هطلع معاهم الكيس الوراك اللي انا كنت عايناه ده عشان اعمله فراخ كنتاكي. لكن في الغلا اللي احنا فيه ده والزيت اللي مش لاقيينه، قلت لا مش هعملها. انا هشويها وخلاص، ومش هعمل حاجه بزيت دلوقتي خالص. فطلعت كده الوراك دي عملتها مع الاجنحه، مع شويه سلطه بقى بتاعت المشاوي ديت وطحينه وبطاطس محمره بقى وعيش، وكانت حلوه جدا. احسن بقى من الرز والطبيخ والحاجات دي. قلت هيبقى تغيير. وبجد كانت ريحتها فظيعه وجميله جدا. ان شاء الله اما تجربوا التتبيله ديت هتعجبكم قوي. كانت اللحمه مستويه وزي الفل. هاخدها بقى دلوقتي هحطها في الفرن الغاز اللي انا كنت سخنته قبلها بشويه، وبعدين دخلت الصينيه كده في قلبه. ما غطيتهاش، انا حطيتها كده على طول من غير ما اغطيها ولا اي حاجه. بعد كده ما استوت وبقت كويسه كده واخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، جبت طبق كده وحطيت فيه شرايح كده من البصل، وقطع كده وخرطت عليه شويه من البقدونس او الكزبره، وبدات اطلع عليه الفراخ بتاعت المشويه الجميله ديت. ريحتها كانت قلب الدنيا وتحفه جدا، واخده لون جميل. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ جربوها تعجبكم ان شاء الله. وكان بقى معاها طحينه وسلطه وبطاطس وعيش، وكانت اجمل اكله في الدنيا.
شوفوا انا كنت بوريكم ان هي مستويه وزي الفل. ما تنسوش بقى لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناه، وتفعلوا كمان زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.